ودلوقتي احنا مع الاستاذ عبد التواب عبد التواب حسن. مع الاستاذ عبد التواب حسن مدير مركز شباب الرئه الابليه، وهناخد منه حديث كده عن بعض الانشطه الجديده اللي تم افتتاحها اليوم، وزي ما احنا سامعين الاغاني الشعبيه الجميله اللي موجوده بالمركز. اتفضل يا استاذ عبد الله. اتفضل يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بيسرنا كمركز شباب الرئه الابليه في فتح ابوابه النهارده لاستقبال الزائرين واعضاء المركز. زي ما انتم شايفين في الصوره، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه طيبه، وده مجهود من اداره شباب اطيح ومديريه شباب والرياضه بالجيزه ووزاره الشباب، وطبعا مجلس الاداره عشان ما ننكرش حقه في المجهود العظيم اللي عمله في تعمير مركز شباب الرئه الابليه في ظل مبادره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنميه الريف المصري، مبادره حياه كريمه. طبعا تم انشاء مبنى وتم انشاء سور وملعب خماسي، وتم تطوير المركز من جانب مجلس الاداره، وتم طرح كافتيريا المركز للاداره زي ما انتم شايفين بالافتتاحها النهارده، وتم تجهيز المركز بصالات بلياردو، تنس طاوله، وصالات جيم على اعلى مستوى، وبنسعى ان شاء الله ان احنا نكملها بمكتبه وحاسب آلي، وان شاء الله القادم افضل في مركز شباب الرئه الابليه من على شواطئ النيل. ان شاء الله نستقبلكم في اي وقت ان شاء الله. شكرا جزيلا وبالتوفيق يا استاذ عبد التواب، وربنا يوفقك، وحاجه جميله جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا مبادره حياه كريمه.